يوم الهندسة المصري 2014 لدينا الحلول. مساء الخير، اهلا بيكم في تاني سيشن معانا النهارده. وهي مش بالمعنى الحرفي، هي مش سيشن قوي، هي زي توك كده بيننا وبين ضيوفنا. هم حبوا يشاركونا قصه نجاحهم في حياتهم. معانا النهارده اثنين ضيفين عزيزين علينا. الضيف الاول هو مستر جمال صادق، خريج اكاديميه بحريه كمبيوتر ساينس، واحد من مؤسسي بيقول لك دوت. والضيف الثاني هو محمد علاء، اصغر باحث طيران في مصر ومن المصنفين على العالم في مجال الطيران. يا ريت ترحبوا معانا بيهم جدا. طيب انا معاك كل شويه مين في عشان بس ما اضيعش وقتكم وندخل في الموضوع على طول. في حد ما يعرفش بيقول لك؟ هذا كويس جدا. ماشي. بيقول لك هو موبايل ابلكيشن، عشان بس قبل ما نتكلم ايه كان بيقول لك، عايز اقول لك ايه بيقول لك انا كده عليه. هو موبايل ابلكيشن تقدر تنزله على اي سمارت فون، سواء اندرويد، ايفون، نوكيا، ويندوز فون، وعندنا موبايل ويب سايت، اي حاجه تدخل على الانترنت ممكن تدخل على لك وتعرف تشوف الطرق عامله ازاي. يعني سواء في القاهره او اسكندريه تدخل تشوف حتى الطرق، الدنيا فين زحمه والدنيا فين فاضيه، تقدر في نفس الوقت تقول للناس لو انت مزنوق في زحمه تاخد صوره او تعرف الناس فين الطرق بتاعتك. ده باختصار شديد يعني بيقول لك عامل ازاي. هتكلم اكتر عنه، بس يعني هو موبايل ابلكيشن عشان الناس تريبورت ترافيك انفورميشن وتعرف الدنيا عامله ازاي. طيب انا جمال صادق، واحد من مؤسسين بيوتا دوت كوم. زي ما الناس اتشرفت وقالت انا خريج كمبيوتر ساينس اكاديميه بحريه 2009. والنهارده هكلمكم اكتر على بيقول لك وازاي، يعني ايه اللي خلاني ابتدي بيقول لك انا والتيم اللي معايا، وايه الفكره اللي كانت وراها ومين دي، يعني لغايه دلوقتي بسرعه كده هحاول اخدكم فاست تراك ايه اللي حصل واحنا فين دلوقتي وعايزين نعمل ايه بيقول لك. خليني ابتدي معاكم باول حاجه. بتهيألي ثلاث ارباع الناس هنا يعني بالذات يعني الشباب يعني ثلاث ارباعكم بتهيألي عنده جيش بعد ما يخلص الدراسه يعني. ومن الحاجات اللي بتضايق اي حد، انا شخصيا يعني من اللحظات القليله قوي الواحد كاره فيها اخوه شويه. ليه عندي اخ ويعني مش عارف اسمه الجيش وضيع سنه وحاجه سخيفه جدا يعني، وبتحاول بكل الطرق الممكنه انك تهرب منه، بس يعني هو خلاص حصل. فدخلت الجيش بعد الجامعه وكانت بالنسبه لي حاجه وحشه جدا، لان انا كنت حاسس انه مش بعمل اللي انا المفروض اعمله وبضيع سنه من عمري والكلام ده كله. بس اللي حصل انه في فتره الجيش دي بالذات حسيت انه كان عندي وقت كتير قوي فاضي. يعني في بعد اول فتره كده ب 45 يوم الواحد بيظبط اموره ويبقى في شويه وقت فاضي ممكن الواحد يعمل فيهم حاجه. فانا شخصيا من الناس اللي كنت حاسس ان انا ماليش لازمه شويه، حاسس انه ممكن طب يعني انا بعمل ايه في الدنيا، هقعد سنه كده ما بعملش اي حاجه. ابتديت انا وعلي رافع قريبي ابتدينا نتكلم مع بعض نشوف ازاي ممكن، يعني جات لنا فكره كده عبيطه جدا. خليني اقول لكم انها مش حاجه عبقريه خالص، فكره عبيطه وزي يعني اتحمسنا ليها. وكل اللي عملنا شويه ريسيرش ب 2 جنيه وعملنا برزنتيشن كده بسيطه، وشفنا في النتورك بتاعتنا في قرايبنا واصحابنا واي حد نعرفه لو في حد ممكن يساعدنا في يعني مش بس يساعدنا، يشوف الفكره بتاعتنا دي ويشجعنا. كنا بندور بس على التشجيع مش اكتر ولا اقل. ولقينا فعليا حد من غير ما اتكلم عن الفكره دي ايه، مش مشكله يعني فكره يعني انا دلوقتي بنبص عليها مش احسن حاجه في العالم، بس يعني لقينا حد في النتورك بتاعتنا جامد جدا في الحته دي. فرحنا قعدنا معاه على اساس ان احنا كل اللي احنا عايزين يشوف يعني يبقى عنده احساس ان هو في 2 شباب عايزين يعملوا حاجه، يشجعنا يقول لنا ممكن نعمل ايه، نكلم مين، مش اكتر ولا اقل. المهم اللي احنا ما كناش نعرفه ان احنا قابلنا الراجل دوت ان هو سبحان الله يعني الراجل ده كان عامل فكره مشابهه للفكره دي، طبعا بقى حاجه اجمل بكتير وفشل الفشل ده يعني.
فهو بيقابلنا من منطلق انه هو فاكر ان احنا عارفين، طبعا احنا مش عارفين اي حاجه ان هو عملها دي، وبيقابلنا من منطلق ان احنا كاننا عندنا حاجه احسن من اللي هو عملها. فانتوا لك ان تتخيل احنا رايحين عشان نجيب شويه تشجيع ومش عاملين يعني بجد مش عاملين شغل كويس خالص يعني. وهو من ناحيتي بقى لما نشوف الاثنين اللي جايين يقولوا لي ازاي تتعمل الفكره دي. فطبعا اول ما لقينا مش جاهزين ومش عارفين اللي هو عمله اصلا ولا اي حاجه، ابتدى بدل ما يسمعنا اصلا ابتدى تقريبا هزقنا يعني في طريقه مؤدبه بس هو هزقنا وبس زودها شويه يعني كانت كتير معرفش ليه يعني بس جت على نفسيتنا شويه انا وعلي اللي هو كان نظام يلا شاطر من الفلوس روح بقى تشوف مش عارف ايه يعني كانت العمليه شويه مش يعني معرفش ليه مش لطيفه يعني. بس انا دلوقتي بشكر الراجل ده ان هو طلعنا من عنده جمود شويه مختلف يعني يمكن لو كانش هزقنا قوي كده ما كناش طلعنا مشكورين شويه يعني هو زودها شويه واحنا في نفس الوقت حسينا انه احنا مش وحشين قوي كده يعني ماشي يعني مش عاملين اللي علينا يعني بس مش تطلع شمال قوي يعني لا ممكن نعمل حاجه. فطلعنا من عنده بالعكس مود غريب شويه انه طب والله لا هنعمل حاجه يعني هو حاجه دي ايه ما نعرفش بس احنا دخلنا في مود انه احنا عايزين نعمل حاجه يعني لسه ما نعرفش ايه بس كان عندنا الانرجي وعندنا الايمان انه لا احنا ننفع وممكن نعمل حاجه فده كنت عايز اكلمكم ليه على ده لان ممكن ناس كتير تتعرض لموقف زي ده اللي هو يوجوالي ممكن تبقى انت في حياتك ممكن ده الفيرست فيلير بتاعتك او اول فشل بس ممكن تقلبه انت يعني عايز اقول لكم ان احنا ما فكرناش خالص بالطريقه دي هو حصل بس رياكشن طبيعي انه ما قلناش بقى يا ده اول فشل فقلبناه يعني قلبناه بقى ان احنا موتيفيتد هو حصل ان احنا حسينا انه لا احنا مش وحشين قوي كده بدنا نفكر في افكار كتير قوي منها هو اكد لكم حاجات كتير قوي عبيطه وحاجات كتير قوي موجوده وبس احنا كنا في مود عايزين نعمل حاجه والمود ده انا عايز اقول ان هو هيلثي جدا يعني انا اشجع اي حد يفكر في يعني هيجي عليك افكار عبيطه هيجي عليك افكار موجوده قبل كده عايز اقول لكم ان احنا قعدنا تقريبا دي من الحاجات اللي تضحك جدا يعني يمكن انفستينا اسبوع مثلا ولا حاجه في الفكره متخيلين ان احنا لقينا التايه ما تفهمش ازاي وبعدين لما قعدنا نمشي في الفكره دي كل يوم بقى نتحمس لها اكتر وبعدين في اخر على اخر الاسبوع كده قلنا طب هو على فكره في مكتبه ممكن تعمل الحكايه دي يعني كانت جت لنا فكره دي على الكتب وبتاع وبعدين قلنا هو المكتبه ممكن تعمل جدا كده فاحنا يعني احنا نعمل يعني ده يعني شويه وقت في ان احنا نفكر في فكره ثانيه قريبه من المكتبه يعني فليه بتكلم في كده انه طبيعي تبقى في المود ده اللي حصل انه واحنا بنفكر كذا حاجه ونبص حوالينا بنشوف المشاكل وبنشوف ازاي ممكن نحل اي حاجه خدنا بالنا من بيهيفير معين سواء كل واحد في جامعته او سواء حتى احنا نفسنا في عيلتنا نفسنا لاحظنا انه عادي جدا ممكن ابقى مثلا معزوم كل يوم جمعه مثلا عند جدتي بروحها على الغداء وطبيعي جدا في التليفون طبيعي ممكن اكلمها اقول لها انه انا هتاخر نص ساعه ولا هتاخر ايا كان عشان الكوبري واقف ولا عشان المحور عامل ازاي. فخدنا بالنا من كونسبت انه سواء انت بتكلم عيلتك او بتكلم اصحابك انت رايح الجامعه الصبح طبيعي جدا لو في اثنين رايحين الجامعه ونفس الطريق تقريبا ممكن حد يكلم التاني يساله هو خد الكوبري ولا الانيميشن تحت مثلا ولا خد يعني ده طبيعي. فانت الترافيك انفورميشن خدنا بالنا انها موجوده في السراوندنج بتاعنا ومحدش يعني فكره كلها الناس كتير عارفه المعلومه بس انا ما اعرفش مثلا انا لو كنت اعرف لو واحد زميلي كان يعرف جدتي يكلمها يسالها على الكوبري كان يكلمها يسالها لان عارف معلومه الكوبري واقف فهي المعلومه موجوده الانفورميشن موجوده بس هي مش واصله للناس اللي عايزاها في وقتها. ففكرنا زي انه عايزين ننظم شويه الحته دي بصينا حوالينا لقينا برضو في تويتر كان في ساعتها ابتدى هاشتاج ترافيك لحد مركز في تويتر ساعتها لسه بتبتدي فده ادانا اكتر تشجيع انه في ناس حابه انها تتكلم على الترافيك وفي ناس عندك بتتكلم مش لازم تكون بتقول ترافيك وتلاقي عادي جدا في السراوندنج بتاعنا في السوشيال ميديا حد مثلا برضو لبس شويه زحمه بيصور الزحمه ويقول مثلا يشتم الكوبري ولا يعمل فهو الناس متعوده انها تتكلم على الزحمه بس هي مش منظمه. فده كان الانسايت ان احنا لقينا انه في معلومات عن الزحمه سواء كوميونيكيتد ما بيننا وبين بعضينا او ما بيننا وبين اهالينا او على السوشيال ميديا ومفيش طريقه سهله ان انت تاخد المعلومات دي هي موجوده بس انا لو اعرف الناس كلها كان زماني عرفتها لو انا اعرف كلكم كنت متاكد ان مثلا فلان الفلاني اللي ساكن في غالبا كذا هيبقى عارف الطريق الفلاني عامل ازاي بس انا ما عنديش ريتش للناس دي كلها. فمن هنا جت الفكره شويه انه ازاي ممكن ننظم المعلومات دي او ازاي ممكن نخلي بدل ما انت واحد عارف 100 نفر مثلا ولا حاجه في حياتك تواصل ب 1000 واحد ب 2000 واحد ب 10000 واحد مليون واحد
بقى عندك نتورك اقوى تتكلم على ترافيك بالذات. اول حاجه عملناها لما جات لنا الفكره دي حسينا انها فكره حلوه جدا ويعني والله ممكن تبقى فيها يعني بوتنشال، ولما فكرنا فيها ما قعدناش ما استنيناش كتير من ناحيه طب يعني الواحد ممكن في يعني دي من الحاجات اللي الحمد لله يعني خدنا بالنا منها. انت لما بيجي لك افكار وبتبقى في مود انت طلعت فكره، اول اسهل حاجه انت ممكن تعملها انت ممكن انت نفسك تموتها، انك تسال سؤال اللي هو مثلا ايه طب انا هجيب فلوس منين مثلا؟ سؤال سخيف جدا مش اي لازمه، بيموت الفكره تماما، لان هو يعني مش وقته خالص. فكر يعني ديفنتلي مهم انك تفكر بزنس بلان، مهم انك تفكر ازاي هتجنريت ريفينيو، دي حاجه مهمه، بس مش هو ده يعني انا في رايي مش المفروض ان هو ده يبقى الدرايفر بتاعك. انت المفروض يبقى الدرايفر بتاعك الفكره نفسها، وتبقى باشنت على الفكره نفسها ومفكر ممكن تجيب منها فلوس ازاي، بس مش هو ده الكور بتاعك. احنا اللي فكرنا فيه اول حاجه انه احنا اول مره لما رحنا قابلنا الراجل دوت كان واضح جدا انا وعلي رافع الباك جراوند بتاعنا كمبيوتر ساينس، ملناش اي ثلاثه يعني دعوه او يعني ما بنفهمش قوي البيزنس، ما بنفهمش قوي ازاي يعني. فابتدينا نعمل حاجه بتهيألي ناس كتير ممكن تكون غصب عنها طبيعه بشريه ممكن ما تكونش تعملها. ابتدينا بدل ما نخلي الفكره دي عجبتنا الفكره دي، ابتدينا بقى نتكلم عن الفكره دي كتير جدا مع قرايبنا واصحابنا المقربين من منطلق ايه رايكم في حاجه زي كده. في ناس كتير عايزه تتكلم عن الفكره دي بالذات، لانه ناس كتير غصب عنها ممكن واحد او اثنين او ايا كان تجي له فكره ويتهيأ الفكره دي دي خطيره، ما يبقاش عايز يقولها لحد. يعني لما هيقولها مثلا هياخدها ويجري بيها ويعملها. يعني هي عايز بس اقول حاجه واضحه، الفكره طول ما هي في دماغك هي ما تسواش حاجه، يعني طول ما هي ما طلعتش هي يعني مش يعني ما خليها لك، مش تعمل بيها حاجه. يعني هي الفكره كلها انت محتاج يعني احنا كنا بنعمل الكلام ده واحنا مش قاريين ومش فاهمين. يعني انا عايز برضه اكد الحته دي، انا دلوقتي بتكلم من منطلق انا يعني احنا زي ما بتقول ايه عملنا اتعلمنا عملي، وبعد كده الواحد ابتدى يقرا وانتربرينور ابتدى يتكلم، لان في حاجات كتير عملناها كانت بالفطره مظبوطه. احد الحاجات المهمه ان انت مهم جدا تعمل تطلع البتاع اللي تاخد فيدباك من اللي حواليك، وده كان خطوه احنا عملناها بالفطره تماما. نتكلم مع قرايبنا واصحابنا على الفكره ان احنا عايزين نعمل بلاتفورم، سواء بقى ما كانش واضح بالنسبه لنا موبايل ابلكيشن ولا كان ويب سايت ولا يعني حاجه الناس تدخل تكوميونيكيت عليها وتقول معلومات الترافيك. فهنا يعني عايز احط 100 خط تحت حته انه مهم انك تتكلم مع السراوندنج بتاعك، لان احنا حصل معانا انه حصل ايه بقى؟ مش بس اتكلمنا مع الناس، ابتدى فجاه واحده واحده كده في شويه ناس تبقى انترستد زياده، يعني تبقى عايزه اكتر تتكلم عن الفكره دي. ابتدى من هنا التيم يتكون. طبعا لو جوينج باك او دلوقتي حتى لو انا هتيجي حاجه جديده، مهم جدا 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 جدا، يعني يمكن اهم حاجه في حياتك كلها حته التيم، حته انك تبني التيم المظبوط اللي يكمل معاك الفكره دي. انا عايز انبسط دقيقتين في الحته دي لانه مستمتعين بوقتكم؟ مهم. فالفكره كلها ان دلوقتي ده انجلش اللي انا بقوله؟ لا كان مخلص فنعم كل مره كنت فتره اشتغل كل شويه ولا مش مشكله يعني عشان احاول على فكري فعايز اتكلم عايز ادقق في حته التيم لانها مهمه جدا. لانه لو انت متخيل انه انا عارف احساس صعب جدا الواحد بيبقى قايل له حاسس انها فكره وعايز هو يعملها، واول حاجه بيفكر فيها طيب انا هجيب فلان يشتغل او هشغل حد او هعمل الدايركشن دي. مش بقول انها مش ممكن تنفع، ممكن تنفع بس هي مكلفه جدا. خليني اقول لكم ليه. انت دلوقتي غالبا ما عندكش يعني مش معكش شويه يعني ما عندكش قدره انك تبتدي تعين الناس من اول يوم. فانت اللي انت المفروض تعمله انك تنفست انك تشوف الفكره دي محتاجه ايه. يعني خليني اقول لكم مثلا لو بنتكلم على يقول لك يمكن في الاول ما كناش محتاجين حد واحنا بندور على مش محتاجين حد مثلا من باك جراوند طبي مثلا. يعني ده مش حد لو احنا بنحاول نفورميت التيم مش تفكر في حد ليه دعوه بالطب، مش لازم افكر في حد ليه دعوه مثلا بالليجال يعني بالقانون والكلام ده كله. لكن مثلا مهم جدا ان انا افكر في حد ليه دعوه بماركتنج، انا دلوقتي الفكره دي اطلعها اعملها زي لانش. فمهم تفكر تشوف الكور بتاع الفكره بتاعتك دي
محتاج ايه الكور اسبكتس او ايه الكام حاجه الكورنر ستون اللي هي قايمه عليها الفكره دي، وتميك شور ان الفريق بتاعك سواء انت تقدر تكفر كام حاجه، او لو انت مش جامد قوي في تكنيكال مثلا فمعاك بارتنر تكنيكال بيعمل الحكايه دي، شوف ايه الحاجات اللي ناقصاك وتفورمulate التيم. دي اهم حاجه، يعني مش عايز اقول لكم قد ايه هي دي اهم حاجه. يعني ده اللي بعد كده بيخليك، ده اللي هيخليكوا انتوا في الاخر بتشيلوا بعض. يعني انت في الاخر حتى لو في الاول ممكن ما يكونش دور الراجل بتاع الجرافيكس اهم حاجه في العالم، بس في مرحله معينه لا، هو ده اللي بيشيل الدنيا. مثلا تيجي تعمل ادز مثلا، تيجي تعمل يعني مهم جدا حكايه التيم. يعني مش عارف ممكن نتكلم في دي ساعات يعني، بس مهم قوي حته التيم. فاحنا حصل، خلينا نرجع لكم القصه تاني، ما كناش بنفكر بالطريقه دي قوي، عملناها زي ما قلنا من فتره، كنا بنتكلم مع الناس اللي حوالينا وابتدى التيم واحده واحده بطريقه كده كوردينيت يتشكل. فبقى مين التيم؟ بقينا انا وعلي رافع باك جراوند كمبيوتر ساينس اصغر اثنين، في معانا محمد رافع ريليفنتلي اكبر من يعني سينيور اكتر برضه باك جراوند تكنيكال وكان بيعمل MBA، فهو جامع من الاثنين، وكان هو الوحيد اللي ابتدى قبل كده، يعني هو اللي عارف يعني ايه انتربرينورشيب شويه، كان ابتدى مشروع قبليها، فهو اللي حتى انتروديوس كلمه ان احنا على فكره انتربرينور. انا مش فاهم يعني ماشي يعني شغال بس انا مش مجمع يعني، بس مهم قوي على فكره ان انتوا تبقوا عارفين انه الدايركشن دي انتربرينورشيب تبتدي تقرا، لانه في حاجات كتير قوي انت تبقى عارفها، تبقى عارف انه طبيعي جدا في الاول ممكن تنفست وقت كتير ومجهود ومفيش اي ريتيرن مادي. ممكن حد تاني ما يعرفش ان ده طبيعي، يتهيأ له ان هو مثلا فاشل، او يتهيأ له انه ايه ده بتاع انا عملتها بقالي سنه شغال فيها مثلا ما جابتش حاجه. لا مش مشكله، ده طبيعي جدا. فانت كونك عارف انه طبيعي وتشوف قصص نجاح حواليك وتشوف حاجات تعمل لك انسبيريشن، دي مهمه جدا 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 في المرحله الاولى. بس وبعدين ابتدينا نتكلم بقى كل واحد بالباك جراوند بتاعه على البرودكت نفسه وازاي هنشكله، هنعمل سواء هنعمل موبايل ابلكيشن ولا هنعمل ويب سايت ولا هنعمل ايه بالظبط. وعملنا اول حاجه عملنا سيرفي. عملنا سيرفي اونلاين، قلنا هنعمل سيرفي. احنا برضه في الاخر 5 6 بنتكلم مع بعض، قلنا مش يعني في ناس حوالينا عايزين نعرف الكلام اللي احنا بنقوله ده ميك سنس ولا لا، فعملنا سيرفي نشوف الناس عايزه ايه. وفعلا جالنا نتيجه السيرفي كنا بنسال فيها ايه رايك في الفكره دي، لو في حاجه تبقى يعني بنسال على البرودكت من بعيد، طب لو عايزين البرودكت ده عايزينه ويب سايت ولا موبايل ولا، لقينا فجاه ان في فعلا اكيد جامد على انها تبقى موبايل ابلكيشن. عايز اقول لكم الكلام ده كان في 2010 ايام لما ما كانش في حاجه اسمها اندرويد اصلا، وكان هو ايفون المفروض شويه كسمارت فون. بلاك بيري كان منتشر بطريقه مرعبه، بس ما كانش في، لو حد يفتكر يعني في 2010 ما فيش ابلكيشن على بلاك بيري خالص، يعني حتى ما كانش في اب ستور على بلاك بيري. فانت كونسبت انك تعمل ابلكيشن الوقت ده ما كانش يعني ما كانش متعرف عليه، مش حاجه يعني حاجه شويه يعني. حتى احنا كنا عمرنا لا درسنا حاجه لها دعوه بالابلكيشن ولا نعرف ازاي نعمل ابلكيشن يعني، بس لقينا ان ده اللي الناس عايزاه، قلنا طب ما ننفست. احد الحاجات اللي هنا بقى لما بنتكلم على يوم يعني احنا الحمد لله عملنا لانش يوم 10/10/2010. عايز احكي لكم بس الكونفرسيشن دارت ما بيني وبين مصطفى واللانش كانت عامله ازاي. كان احنا طبعا بطبيعه الحال مش ناويين، يعني مش ناويين، احنا اللي انفستناه في الفكره هو مجهودنا، ما يمكن ما حطيناش فلوس لانه ما فيش حد فينا يعني، هو كل واحد داخل بمجهوده. كنا عايزين اللانش بتاع دي، طب هنلانش ازاي؟ قررنا ان احنا نلانش عن طريق السوشيال ميديا، او عن طريق عايزين نعمل فايرال افكت بقدر الامكان. ودي بصراحه لو هتكلمكم دي يمكن احد المميزات اللي كان معانا مثلا مصطفى البتاجي اللي هو من باك جراوند ماركتنج، كان خد باله انه يا جماعه بلاك بيري دلوقتي ساعتها كان لو تفتكروا كان ممكن نقطه تطلع الصبح مصر كلها تبعتها بالليل، فهي طول جامده جدا لو عرفت تركب الويف بتاعه الفايرال بتاع بلاك بيري ده. وفعلا كان كل الخطه بتاعتنا من الاخر كده هنعمل برودكت كل حاجه، وهنجهز بقى كل واحد باصحابه وكل يعني انا بقى يعني هو مش بكيفهم، كل اصحابي اللي انا عارفهم وعارف اقدر اسيطر عليهم، هو كله هيحط بروفايل بيكتشرز بيقول لك، وهيدخل على يعمل ما عندوش تويتر يدخل يعمل اكونت تويتر حتى لو مش مشكله، يكتب هاشتاج بيقول لك ويعمل تويت على بيقول لك، ويدخل لو عنده بلاك بيري هيدخل يعمل برودكاست مسج في حاجه معينه كاتبينها. يعني ده اللي بايدينا احنا زقناها ويعني وقلنا بقى ربنا يسهل. انا فاكر كويس قوي يوميها بتكلم مع مصطفى انه يا سلام بقى لما يعني اسبوعين 3 كده لو يعني شهر ولا يعني ايا كان لما تيجي الوقت اللي نجيب فيه 1000 داونلود ولا ده كده يبقى عدينا مع العبد. وبفكر في ازاي انه 1000 واحد دولت يعني يمكن تعمل لهم فيجواليزيشن كام اتوبيس شكلهم عامل ازاي في الاستاد، يعني ممكن تمسك الرقم وتقعد تشوف كده حاجه تحس ان رقم كبير قوي. وكان بقى لنا فتره تقريبا 3 اسابيع شغالين على يعني 3 اسابيع نار
شغالين تكنيكلي على الابلكيشن. عايز اقول لكم ان اول فيرجن من الابلكيشن كانت يعني كتر الف خير الناس اللي نزلتها واستخدمتها، حاجه صعبه قوي، بس يعني هو ده اللي نطلع بيه. ودي حاجه مهمه جدا عايز اقول لكم، وده كان بسبب محمد مثلا بالباك جراوند بتاعه. انا شخصيا لو كنت قلت لي نطلع كنت ببقى قلقان جدا، مش عايز اطلع لان انا شايف فيها 500,000 حاجه ممكن تعمل. بس كان في حاجه حكمانه كنا بنتكلم بيها، وده انا شايف ان هو الكونسيبت مهم جدا. هو مقوله كده if you think you're ready then you're too late. لو انت فاكر ان انت جاهز يبقى انت غالبا اتاخرت. يعني مش لازم تستنى خالص لغايه لما تبقى ايوه انا كده خلصت. غالبا لو انت حسيت ان انت خلصت البرودكت بتاعك غالبا اتاخرت جدا جدا. انت اطلع، ومش لازم بالحاجه الكامله بالذات في الاول. اطلع وخد فيدباك الناس وجود، اطلع وخد فيدباك الناس وجود. يعني دي مهمه جدا جدا جدا. واحنا فعلا طلعنا زي ما بقول لكم حاجه صعبه جدا، بس يعني اجان كان يوم الكلام ده كان يوم 10/10/2010، وكان بقى لنا فتره يعني مطبقين وبتاع. طلعنا بقى الابلكيشن ويعني كان في ناس بقى مسؤوله الناس اوبريت الابلكيشن. انا فاكر كويس قوي يوميها رجعت نمت خلاص اخيرا بقى نمت، وصحيت يوميها بالليل اروح العب كوره مع اصحابي. اول مره بقى ايه يعني مش عارف بالليل بقى هنشوف عملنا ايه. يعني انا خلاص طلعناها ومش عارف ايه. ومش هنسى ابدا الرياكشن بتاعي لما دي، يعني مش هنسى ابدا الاحساس ده ان انا كنا بنلعب فريق كوره ما اعرفوش، وكانت الناس وهي بتسخن الناحيه الثانيه كده كانت بتتكلم. شفت البتاع اللي اسمها بيقول لك طبعا سمعهم كده، وانا مش مصدق الناس دي انا لسه ما اعرفهاش، وهم سمعوا او عرفوا عن الابلكيشن بتاع طارق الصبح. فطبعا كنت يعني مش عايز اقول لكم بوقي غالبا ما كانش بيتقفل يعني بجد. يعني هو سعيد بطريقه اللي هو مش حتى عايز كنترول الساعات دي مش عارف. يعني هو في حياتنا مبسوط جدا. وبعدين رجعنا بالليل نشوف الارقام، وفعلا يعني كان بالنسبه لنا يعني حاجه شاطره جدا. انا بتكلم مع مصطفى كمان كام شهر ولا بتاع نجيب 1000 يوزر. كان يوميا عندنا اكتر من حوالي 6000 داونلود في اقل من 24 ساعه. فده كان بالنسبه لنا يعني حاجه انا يعني شخصيا كنت متخيل انه اوف يعني هو ايه الناس الدرجات دي يعني مش عارف. بس يعني هو الحمد لله ده كان فيه توفيق مرعب من عند ربنا يعني الحمد لله يعني. وده كان يوم اللانش. انا ليه بتكلم كده دي؟ انت في مرحله في الاخر يعني يمكن احنا لو كنا دارسين شويه كنا عملنا شويه حاجات، كنا جاوبنا كنا يعني، بس هي العمليه كانت جايه شويه يعني كان احساس يعني الفالت رايت فعملناها. يعني هي ده ست مش اكتر ولا اقل. طيب لو عايزين نفس يعني تعالوا نجري شويه كده لقدام. احنا دلوقتي الدنيا عامله ازاي؟ الحمد لله دي بقى لنا تقريبا 5 سنين. يعني ان شاء الله نحتفل بعيدنا الخامس كمان كام يوم في 10 اكتوبر. وعندنا اكتر من مليون داونلود. يعني مش بس داونلود، مليون ريجستر يوزر. يعني داونلود اكتر من كده، مليون واحد نزلوا الابلكيشن على ايا كان البلاتفورم ايه وعملوا اكونت وعندنا الايميل بتاعهم. طبعا ده بالنسبه لي حاجه مش يعني احلى منها ابدا. وحاليا يمكن التحديات والعبء اقل بكتير. يعني عايز اقول لكم الحمد لله طبعا على كل شيء، بس احنا حاسين انه علينا عبء كبير قوي. طب احنا الناس دي احنا ممكن جدا عندنا احنا شخصيا عندنا طموحات كبيره جدا ان احنا طب نطلع بنقول لك ده بره مصر ونعمل نجرب نلانش في دول ثانيه والكلام ده كله. في نفس الوقت عندنا صراع داخلي. طب احنا عندنا كل الناس دي لسه عندنا افكار كتيره بيقول لك عايزين نجود فيه، عايزين نعمل يعني شايفين حاجات كتير واضحه ممكن تعمل في بيقول لك ترافيك حتى، وكمان ممكن نعمل سيرفيس ثانيه غير بيقول لك ترافيك لنفس اليوزرز ونكبر نبقى بنعمل شغل اكتر في مصر. فده حاليا طبعا مرحله شويه مش اسهل حاجه في العالم. يعني عايز اقول لكم انه يمكن دلوقتي بجد احنا في وقت صعب شويه لان القرارات مش سهله وبتبقى الريسك عالي. يعني العمليه مش زمان كانت العمليه بسيطه. كل الكلام كانت الريسك دي واحد دلوقتي في شركه وفي يعني بتصرف قد كده في الشهر. العمليه مش سهله خالص. فده برضه بالجيرني وبرضه بالرحله، والواحد بيتعلم يعني بيتعلم بس يعني كل يوم واحد بيتعلم مفيش كده يعني بصراحه. عايز احكي لكم بسرعه كده على شويه تشالنجز كانت واجهتنا واحنا يعني في حاجات كتير، بس يمكن الحاجات اللي انا فاكرها كويس قوي انه تاني في 2010 عايز اقول لكم انا شخصيا ما كنتش عارف يعني ايه انتربرينور. لما محمد كان بيقول لنا كنت يعني مش فاهم ايه الكلمه العجيبه دي تمام يعني انتربرينور يعني خلاص تمام. بس فلما تيجي تتكلم بقى الواحد يقرا شويه ويبتدي يتكلم. انا مثلا تخيل انا رايح اقول لجدتي ولا لمامتي ولا اي كان اهلك بيحبوك جدا وعايزين لك كل الخير، بس هم المشكله ان انت بتتربى من اول يوم انه في يعني كده ايه زي هو تراك واضح وصريح للنجاح. غالبا لو مشيتش في التراك ده يعني لعب شويه فاشل شويه يعني وفي شويه حاجات يعني طبعا انتوا تتبعوا داري باشمهندسين فيعني
الهندسه دي هي اللي يعني انتوا غالبا مشرفين اهلكم. يعني اي حد مثلا دخل تجاره ولا بتاع يعني بيبقى اهله يعني يلا ربنا يوفقه وبتاع، يعني كانه يعني عيني الولد بس هو يعني ربنا ما رزقناش بحد بيعرف كده بجد. الواحد عليه بريشر مرعب كانه في كام حاجه كده، هندسه، طب، حقوق، في شويه حاجات كده لو ما جبتهمش غالبا يعني اهو اهلك بيحبوك برضه من كل خير، بس يعني يلا الحمد لله يعني ربنا يوفقك وبتاع. دي مشكله كبيره جدا 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 كانت بتواجهنا يعني لانه انت مش بس كده بقى، لو انت الحمد لله دخلت في الفيل دوت تكمله النجاح ده واضحه جدا، يا اما ربنا يوفقك كده وتعمل ماستر وتعمل دكتوراه، يعني في تراك بتاع ماستر ودكتوراه الولد شاطر ما شاء الله، ويعني الدكتور يمكن الدكتور يبقى احسن منه جنبهم، بس يعني هو كده مش في التراك ده. او في تراك بتاع المالتي ناشونال اللي هو تدخل في كوربريت بقى، ويعني ربنا يعني بقى تشوف ازاي ممكن تشتغل في فودافون اي حاجه من الحاجات المالتي ناشونال دي، هو ده النجاح. او تسافر بره وتعمل ما لهمش تاني غير كده غالبا. يعني معلش الدنيا كانت صعبه شويه وبنتمنى لك كل الخير، يعني بنحاول بقدر الامكان نقف في الدايركشن دي. المشكله بتاعت حاجه زي كده انه انت بتطلع كانك الدنيا ديفايند، ان هو ما عندكش غير التراكس دي واي حاجه غير دول غالبا فشل، ودي حاجه صعبه جدا وغلط. فانا في رايي غلط كبير كمان، انه انت المفروض تطلع انت في مرحله شبابك دي، هي دي المرحله اللي ممكن اكتر وقت ممكن تتبهدل فيه ومفيش مشكله، لانه انت يعني عادي جدا تبقى عندك 20 سنه ومفيش جيبك ولا منديل وتاخدها ماشي يعني قصدي مفيش مش لازم بسرعه تلحق تعمل فلوس يعني ده الوقت اللي ممكن تجرب فيه 500,000 حاجه، وده الوقت اللي بجد ممكن تجرب فيه. انت بعد كده بتكبر وبتبتدي تشتغل في اي حاجه وربنا يوفقك كده وتخطب ولا ايا كان، كل دي بقى مسؤوليات ما تعرفش تتحرك خلاص كده، انت يعني اتردمت يعني غصب عنك، حتى لو بتفكر عايز تعمل حاجه ثانيه خلاص اتقلت ومش عارف تتحرك. فليه بتكلم في كده؟ ان احنا انا عايز اقول لكم لغايه دلوقتي بتكلم مع جدتي يعني طبعا بفرق يعني في فرق الاجيال، يعني اهلي خلاص ما محطوطين مني ده، بس عديت بمرحله اللي هو طب ليه يا حبيبي ليه عايز تعمل كده؟ طب يعني حلو جدا انت عايز تعمل دي هوايه جميله، طب تقدم في كذا، طب اعمل يعني طبعا كان ده جنون شديد ان انا بفكر اول ما خلصت الجيش ان انا اكمل في الهوايه دي اللي هي ما بتعملش اي فلوس، وبيسالوني السؤال اللي هو طب هجيب فلوس مش عارف، بس انا مبسوط. طبعا ده بالنسبه لهم كلام يعني هو الولد ناجح يعني طب يعني كمل فيها كهوايه واشتغل. لا يعني هي مش لازم تبقى كده، ممكن يبقى عندك تراكز دي حاجتك. فده كان تشالنج مرعب، ولغايه دلوقتي عايز اقول لكم ان انا ممكن اكون بقابل ناس صحابي من المدرسه بقالي فتره يعني بنتعرف على بعض كده، ايه اخبارك بتعمل ايه؟ هو اشتغل في شركه فلانيه، انت بتعمل ايه؟ فبقول له انا شغال في جوجل. فهو يعني طب قشطه عارف ايه ده، بس يعني شغال فين بقى؟ يعني بتعمل ايه؟ يعني هو لغايه دلوقتي بالنسبه له مستني اكتر يعني حلو يعني ظريف كانها كاني مثلا رسام ولا مغني كده على جنب، بس مستني بقى الشغل اللي بجد. فبقول له انا شغال فيه، قال لي احنا بنقول لك شركه وكده، ايوه والله شركه وعندنا يعني موظفين يعني يا حاجه يعني. فهي في برسبشن معين انه ده مش ممكن، وبينما انه ده بالعكس انا في رايي ده اللي يعني هو احنا فضلنا ماشيين في التراك الطبيعي، يعني لو كل الناس بتتخرج وتشتغل في الحاجات اللي هي بري ديفاين دي، البلد عامه ان جنرال عمالها تتطور، عايزه ناس، انت محتاج تعمل حاجات جديده، تعمل حاجات مختلفه بره الفيلد شويه. ما بقولش ان انت كل الناس يعني كل الناس تعمل كده، بس في ناس ممكن تبقى عندها افكار وعندها المقدره ان تبتدي تعمل حاجه زي كده. احسن وقت تبتدي فيه هو ده يعني، ده ما فيهاش كلام يعني. في طبعا شانلز كتير ثانيه ممكن نتكلم عليها، بس انا بحاول يعني غصب عني عايز اقلل شويه الوقت. خلينا نتكلم على ده في السريع كده، يعني ما كانش يعرف يقول لك طبعا الريزولوشن صعبه شويه، بس يعني دي اول فيرجن من يقول لك حاجه يعني حاجه صعبه قوي، ويعني بتشتغل مره و10 لا او حاجه يعني. وده تقريبا التطور بتاعنا لغايه لما عندنا جي بي اس ريبورتنج ولسه عندنا فيرجنز كتير قوي يعني قصدي. بس انا بشوف الصوره دي بعرف انه يا بتاع دي ازاي الناس اصلا كانت بتستخدمها، حتى هنا ما عنديش اي رضا عندي خالص شخصيا، ما عنديش اي رضا. احنا عندنا يعني ممكن نعمل احسن كده كتير، ان شاء الله نعمل احسن كده كتير، بس دايما ما بيبقاش عندك رضا، بس ده عادي يعني بتتجوز تطلع وتكمل. عايز اتكلم بس عن حاجه صغيره قبل ما اخلص، دي اخر حاجه عايز اقولها، انه مش الحاجه الوحيده اللي انت ممكن تعملها. يعني لو انا بتكلم على كلمه انتربرينورشيب، انت مش ده التراك الوحيد، في تراك ومعروف جدا، وانا قصدي اقول الكلمه دي وعايز الناس اللي انترست تبص عليها، في حاجه اسمها انتربرينورشيب، ودي مهم الانترست اللي يبص عليها. ليه؟ لانه دي اللي هي انتربرينورشيب بس داخل الشركات.
دي ايكوالي امبورتنت بطريقه مرعبه، ودي ممكن تكون بتساتسفاي حد يعني طبيعه ثانيه من الشخصيه. انه انت ممكن جدا تبقى شغال في مثلا ليتس سي مثال جورنال مثلا، ممكن تختار ان انت كصحفي تريبورت مثلا، يعني معروف ان اللي بيبيع مثلا بيتكلم على زمان كان الكوره دلوقتي السياسه، في شويه حاجات كده معروف تتكلم عنها، هو ده اللي تمام ممكن يتحط في الفرونت بيج او ايا كان. في حد تاني ممكن اقتنع انه يا جماعه انا لازم اكتب عن التعليم مثلا، ممكن لازم اكتب عن المشروع اللي مش عارف حاجه، غالبا لما هيروح يتكلم مع مدير التحرير مش يعني هيحط ضربه صفحه هيقول له اكتب لنا عن حاجه احسن ايه. انت ممكن جدا تبقى جوه شركتك عندك مؤمن بقضيه معينه، مؤمن بحاجه معينه، وتختار انك تطبق كل الاساليب بتاعت الانتربرينورشيب في شركتك. الفرق البسيط ان انت لما تبقى انتربرينور، انت لما بتطبق حاجتك الريتيرن بيرجع لك انت على طول. ميزه ان انت بتعملها في شركه، الشركه واخده عنك الريسك، انت بتطبق بتحاول تدرايف الشركه دي من جوه كل ما اوتيت من قوه، تستغل الفاسيلتيز في الشركه، بينما انت بتاخد مرتب فانت متامن، وتعمل بالشركه دي حاجه انت شايف يعني من جواها حاجه انت مؤمن بيها. ميزتها ايه؟ انت في الاخر هتسفاي انك تعمل حاجه كويسه، في نفس الوقت هي ميزه وعيب، انت في الاخر الريتيرن بتاع حاجه زي كده وحاجه كويسه بترجع للشركه، بترجع ليك. هو ده الفروقات البسيطه ما بين انتربرينورشيب وانتربرينورشيب. فلو حد انترستد يشوف في امثله كتير جدا ازاي ممكن، وكتب ازاي انت ممكن تانفلونس مديرك نفسه تبقى جوه الشركه انتربرينور، بس في نفس الوقت مش واخد الريسك اللي هو يعني كل حاجه ليها برودكت. فيعني لو حد انترستد يبص عليها. وانا طولت عليكم، ميرسي جدا. بنحب نشكر مستر جمال صادق على حضوره معانا في يوم زي ده، في يوم الهندسه المصري سنه 13، وعشان نعبر له عن شكرنا ليه حبينا نديله شهاده تقدير دي.